ده وبحكي لك فيلم. وعندنا حلقة النهاردة فيلم الطريق. الفيلم ده جميل جدا طبعا لرشدي أباظة وسعاد حسني وشادية. وشادية وسعاد حسني ما تقابلوش خالص في الفيلم ده. وبيتقال ان سعاد حسني طلبت من حسام الدين مصطفى انها تطلع ولو مشهد واحد مع شادية، وشادية نفس الكلام. لكن حسام الدين مصطفى قال لهم مستحيل تتجمعوا في الفيلم ده. المفروض ان انت من عالم وهي من عالم تاني، هي قصة حب وانت قصة حب تانية، مش هينفع تتجمعوا. الفيلم طبعا اتعمل سنة 64، تحديدا 14 ديسمبر 1964 نزل السينما، يعني في آخر السنة. الفيلم مدته ساعتين إلا تلت، أو 145 دقيقة بالظبط. المخرج حسام الدين مصطفى، قصة لنجيب محفوظ، حسين حلمي المهندس، سيناريو وحوار. وطبعا بطولة شادية وسعاد حسني ورشدي أباظة. تحية كاريوكا، تحية كاريوكا اللي هي كانت مرات رشدي أباظة في الحقيقة. قبلها طبعا، قبل الفيلم ده طالعه امه في الفيلم ده. حاجه غريبه جدا بصراحه. ووقتها صابر بقى اللي هو رشدي اباظه، والدته بتبلغه طبعا ان والد ان ليها ماضي مشين جدا وفتاه ليل وكلام يعني وحش جدا، جمعت فلوس من الدعاره وكده. وبتبلغه ان ليه اب ثري جدا ومعاه فلوس كتير قوي، وبتطلب منه ان هو يروح عشان ينقذه من الضياع ومن الفلوس كلها اللي الدوله صدرتها طبعا نتيجه نشاطها المشين. فبيترك اسكندريه بقى، هو كان ساكن في اسكندريه، بيسيبها ويروح القاهره في رحله طويله للبحث عن ابوه المجهول ده، الشخص الغني اللي هينقذه من الضياع. صابر بقى او رشدي اباظه بيلاقي نفسه جوه تجربه جديده جدا في الحياه. بيقابل كريمه اللي هي مرات صاحب الفندق. صاحب الفندق ده راجل كبير وبتاع وعجوز اللي هو البارودي. وشاديه طبعا بنت اللي هي كلها شباب وكده. وطبعا بيبقى فيه عدم تكافؤ بينها وبين جوزها الكبير في السن، فبالتالي هي بيبقى فيه امور ناقصاها كتير جدا. فبتقع في حب رشدي اباظه، او بيقع رشدي اباظه بمعنى اصح في شباك الست دي اللي هي بتخطط ان هو يعني يتعرف عليها. في نفس الوقت بنلاقي رشدي اباظه رايح طبعا يدور على والده، فبيعمل اعلان في الجورنال. فبيقابل في مؤسسه اخبار اليوم موظفه هناك اسمها الهام اللي هي سعاد حسني. بيقابلها وهو بيعمل هناك الاعلان ده، فاعلان عن والده يعني عشان يبحث عنه وكده. بيحصل قصه حب بينه وبينها، وبيرتبط بيها عاطفيا وكده. والناحيه التانيه هو مرتبط بمين؟ بكريمه. وبيبدا هو حتى موضوع كريمه ده يحبها اكتر يعني من الاول، يعني مش بس واحده كده ست جميله وخلاص، لا هو بيحبها جدا. لدرجه ان هي بتلعب بدماغه وبتطلب منه ان يقتل جوزها عشان يفضل بعض بقى وهي تتجوزه. وفي نفس الوقت الناحيه التانيه رشدي اباظه بيدور على ابوه ومش عارف يوصل له خالص، وحتى بتجيله تليفونات معاكسات على الرقم اللي هو سايبه في الاعلان. وناس بتشتغلوا ان هو ابوه كده، وبعدين يدوله مواعيد، والمواعيد بتطلع طبعا في شنك. رشدي اباظه بيكره جدا الشخص اللي هو اللي زي والده ده، اللي هو ما سالش عليه حتى ولا بيدور عليه زي ما هو بيدور عليه. وبيبدا يخطط فعلا انه يقتل الراجل الكبير اللي هو حسن البارودي، عشان طبعا ايه يبدأ يعني يتجوز بقى شادية ويستولوا على الفندق هما الاتنين. بيحصل فعلا وبيقتله، بيستخبى في البيت وبتاعه وبيقتل الراجل. وبعد كده البوليس بيطارده، بيحقق مع كل الناس اللي في الفندق. وطبعا شادية بتحاول تهرب الراجل ده، لكن طبعا بيتقبض عليه وبيكون مصيره الإعدام في آخر الفيلم. الفيلم تقييمه من وجهة نظر أنا حوالي مثلا آه، 7/10. اجمل حاجه عجبتني في الفيلم المناظر الجميله جدا بتاعت مثلا حتى الديكورات. يعني الديكور بتاع الخماره ده كان ديكور جميل. الشوارع والاماكن وكده كانت معموله بدقه. طبعا حسام الدين مصطفى كان عامل صوره جميله قوي في الفيلم. شاديه من اجمل الافلام اللي شكلها فيها يعني كان خلاص بقى وصل لمرحله الجمال بقى الجامد جدا الموجود في الصور اللي موجوده في القناه عندنا هنا. ما كانتش لسه صغيرة ولا كانت كبرت، كانت في مرحلة متميزة جدا من حياتها. سعاد حسني كانت شكلها لسه صغير شوية. عجبني أداء تحية كاريوكا وثقتها الكبيرة في نفسها إنها تمثل مع الراجل اللي كانت متجوزاه اللي هو رشدي أباظة، تعمل معاه دور الأم. دي كانت شجاعة قوية جدا منها، دي كانت شجاعة كبيرة قوي منها. تمثيل شادية في الفيلم ده دور الست اللي هي
ال- اللعوب يعني، او اللي هي بتخون جوزها وكده، كان اداء عبقري جدا. حتى ادائها وهي بتزرع في دماغه فكره انه يقتل جوزها، دي كان فكره بصراحه ما فيش يعني، ما فيش تمثيل بالطريقه دي. شادية عملت الدور ده بشكل قوي جدا. شوف نفس الفكرة في أفلام المقاولات وفي أفلام تانية، فكرة التحريض على قتل الزوج والكلام ده مع العشيق بتبقى كلها أفورة وهبل وشر مصطنع، لكن شادية كانت عاملاه بشكل تلقائي، وكانت عاملاه بشكل تصدق فعلا اللي حصل. عشان كده التمثيل في الفيلم ده كان يعني ليه ريت عالي قوي، او ليه تقييم عالي قوي. الفيلم كمان كتابته كان مكتوب بشكل عبقري. فكرة إن شادية كانت بتحاول تقرب رشدي أباظة منها، وبعدين تبعده عنها خالص وتطنشه وتكنسل المواعيد بتاعته، بحيث إن هي إيه، تبدأ تخليه يتعلق بيها جامد. فكان اتكتبت بشكل عبقري. إيه اللي ما عجبنيش في الفيلم؟ هي الفكرة إنها مش فكرة قوية أوي. فكرة المرأة الصغيرة في السن اللي بتتجوز راجل كبير، وبعدين بتبدأ يعني تتعرف على شاب. قصة اتعملت كتير أوي، اتعملت كتير جدا كمان. كان متوقع قوي وجود قصة حب بينه وبين سعاد حسني، وهو رايح يعمل خبر. فبرضو القصة دي أنا ما فهمتهاش. يمكن رشدي أباظة هنا في القصة دي عرف الفرق بينه وبينها، إن هي مكافحة ومتعلمة وبتذاكر وبتدرس وبتشتغل، وهو ابن أثرياء وبيدور على أبوه عشان ياخد منه فلوس وخلاص، ما بيدورش إنه يعمل حاجة من نفسه. وبيحاول يعني هو يغير من نفسه عشان يبقى شبهها. الخط ده عجبني، لكن فكرة وقوع الطرفين في الحب بالسهولة دي بتاعت الإعلان وكده ما عجبتنيش قوي. ما حسيتهاش ان حصل حاجه تخليهم يعجبوا ببعض بالسرعه دي. بس اقتنعت ان هو حبها بسبب الاختلافات اللي بينهم وبين بعض. هو شافها طموحه وبتاعت شغل وكده، غيره هو تماما. ودي كانت حلقتنا النهارده. وقول لنا رايك برضو في الكومنتات اللي شفت فيلم ولا لا، وقول لنا رايك بقى في التعليقات تحت، تشوف الفيلم عجبك ولا لا، وتديله تقييم كام. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.